ولم أجد في أعواد غابي يوما صغروا. قلنا لا أعواد غابي شو؟ قال الفقراء السمانية دي الأعواد غابتنا. قال بنحررهم يوم القيام الساقط بنمرروا. قال بنحررهم يوم القيام الساقط بنمرروا. قال بنحررهم يوم القيام الساقط بنمرروا. ما تفتكروا انه الكلام ده سايد. سيدنا السمان قال من اخذ طريقتي وقرأ وسيلتي نظمته في سلك رسول الله. ما تفتكروا انه الكلام ده سايد. سيدنا السمان قال من اخذ طريقتي وقرأ وسيلتي نظمته في سلك رسول الله. ما تفتكروا انه الكلام ده سايد. سيدنا السمان قال من اخذ طريقتي وقرأ وسيلتي نظمته في سلك رسول الله. وإن كان فاسقا مبتدعا فإن الله يصطفيه ويختم له بالحسنى. وإن كان فاسقا مبتدعا فإن الله يصطفيه ويختم له بالحسنى. وإن كان فاسقا مبتدعا فإن الله يصطفيه ويختم له بالحسنى، يختم له بالإيمان. عشان كده ما تفتكروا الشيخ الجيل بيقول ومحبهم دنيا وأخرى آمن. واحد قال لا عرفنا أمان الدنيا الأخرى، والثاني قال دنيا وأخرى آمن، اختم له بالإيمان. عشان كده ما تفتكروا الشيخ الجيل بيقول ومحبهم دنيا وأخرى آمن. واحد قال لا عرفنا أمان الدنيا الأخرى، والثاني قال دنيا وأخرى آمن، اختم له بالإيمان. عشان كده ما تفتكروا الشيخ الجيل بيقول ومحبهم دنيا وأخرى آمن. واحد قال لا عرفنا أمان الدنيا الأخرى، والثاني قال دنيا وأخرى آمن. مكث 7 سنوات وأخذ من المعارف والعلوم والمجاهدات والقرب ما أخذ، وأجازه شيخه في 7 طرائق. أجازه في السمانية، وأجازه في الخلوتية، وأجازه في القادرية، وأجازه في النقشبندية والأنفاسية والأسمائية. وسيدي الشيخ أحمد الطيب قال اخترت الإرشاد بالطريقة السماني سنده لأنه وجدت فيه الشيخ غريب الله السايح، كان معمر صاح 400 سنة ثم جلس للإرشاد. كان معمر صاح 400 سنة ثم جلس للإرشاد. كان معمر صاح 400 سنة ثم جلس للإرشاد، فغرو به السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء عبر مصر المحروسة ودخل في الأزهر الشريف وذكر الله، قل المسجد ذكرت معه، قل المسجد ذكرت معه، قل المسجد ذكرت معه. المكاوي قال ذكر القلل بعبارة و10,000 سكارى والعلماء اندهشوا حيارى. وتحدثا بنعمة الله عليه قال هذا وإني بالطيب رقيت، شيخ أحمد الطيب البشير، ومن عابد المحمود شربت، ومن والد البازي الأشهبي شيخ الجيل تأدبت، فدعاني المصطفى لحضرة النبوة فصبغني بصباغ لا يزول ولا يحول، فعرفني الحق بما تعرفت به إليه، فدعاني إلى حضرته فحققني وخلقني موروثا، نشرت آثاره علما لمن تزوره. أما المؤثر بالحق فعندي أصالة، وعند فرعي وإن سفل وراثة ما لم يجر. الشيخ الطيب تحدثا بنعمة الله عليه قال لما أردت الدخول على ديوان الحضرة وجدت الشيخ موسى بن يعقوب القصة والشيخ إدريس ود الأرباب يدخلان الأولياء على ديوان الحضرة. قال فأراد أن يكون دخولي على يديهما فاحتجبت عنهما فلم يرياني إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما تأدبا فإن الطيب من سلاطينكم، وكان لا يدعوني في الحضرة
إلا بالطيب ابني، وكان لا يدعوني في الحضرة إلا بالطيب ابني، وكان لا يدعوني في الحضرة إلا بالطيب ابني، وكان يقول لي أنت وإبراهيم كهاتين مشيرا بالوسطى والسبابة، وكان يقول لي أنت وإبراهيم كهاتين مشيرا بالوسطى والسبابة، وكان يقول لي أنت وإبراهيم كهاتين مشيرا بالوسطى والسبابة. فكان سلمان منا آل البيت وكان الطيب ابن رسول الله، فكان سلمان منا آل البيت وكان الطيب ابن رسول الله، فكان سلمان منا آل البيت وكان الطيب ابن رسول الله. ونحن في مقام البصير الذي نال من سيدي أحمد الطيب ما نال، وكان سميرا للحضرة النبوية، والذي كان سيد أحمد الطيب يفرش له رداءه لأنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يفرش له الرداء، والذي قال من ضمنه البصير فأنا له ضامن، والذي قال من ضمنه البصير فأنا له ضامن، والذي قال من ضمنه البصير فأنا له ضامن، من ضمنه البصير فأنا له ضامن. قلنا لا عواد رغبت شنو؟ قال الفقراء السمانية دي العواد غابتنا، قال بنحررهم يوم القيامة الساقط بنمرروا، قال الفقراء السمانية دي العواد غابتنا، قال بنحررهم يوم القيامة الساقط بنمرروا، قال الفقراء السمانية دي العواد غابتنا، قال بنحررهم يوم القيامة الساقط بنمرروا. ما تفتكروا انه الكلام ده سايد. سيدنا السمان قال من اخذ طريقتي وقرأ وسيلتي نظمته في سلك رسول الله، وان كان فاسقا مبتدعا فان الله يصطفيه ويختم له بالحسنى، يختم له بالايمان. عشان كده ما تفتكروا الشيخ الجاي بيقول ومحبهم دنيا واخرى امن، واحد قال لا عرفنا امان الدنيا الاخرى، قلت له قال دنيا واخرى امن.